كتير بنحتاج نعرض الوقت بصيغة زي من 5 دقايق أو بعد يومين. معظمنا بيروح يستخدم مكتبة خارجية زي Mamen.js أو Date.fns عشان يعملها. بس هل تعرف إن الجافا سكريبت ممكن تعمل ده بنفسها وبشكل احترافي وبيدعم كل اللغات؟ النهاردة هنشوف إزاي نستخدم Intel.RelativeTime Format ونستغنى عن أي مكتبات خارجية للمهمة دي. بص معايا على الكود اللي على الشمال ده. دي الطريقة التقليدية اللي كتير بيعملها. فانكشن اسمها Format Relative Time Manual بتحسب الفرق بالثواني والدقايق والساعات، وبعدين تستخدم if-else عشان ترجع النص المناسب. المشكلة هنا واضحة. أولاً، الكود ده بيدعم إنجليزي بس. لو عايز تضيف لغة تانية زي العربي هتضطر تكتب منطق جديد خالص. ثانياً، التعامل مع المفرد والجمع زي one day و 2 days بيخلي الكود أعقد. ثالثاً، الكود طويل وصعب في الصيانة، وكل ما تضيف وحدات زمنية جديدة زي الشهور أو السنين المشكلة هتكبر أكتر. الحل بقى في سطرين 3 باستخدام Intel.RelativeTime Format. بص معايا على الجزء الثاني من الكود. أول خطوة، بنعمل instance جديدة من الأوبجكت ده. بنقول new Intel.RelativeTime Format وبنديله كود اللغة اللي عايزينها، مثلا REG عشان عربي مصري أو N عشان إنجليزي. كمان بنمرر له object فيه options زي numeric equals auto اللي بتخليه يقول أمس بدل من يوم واحد، أو style equals long عشان يكتب الوحدة كاملة. تاني خطوة، بنحسب الفرق الزمني بالوحدة اللي احنا عايزينها، مثلا باليوم زي ما عملنا في diff in days. تالت وأهم خطوة، بنستخدم method اسمها format، بنديها على الانستنس بتاعنا زي rtfr.format ونديها قيمتين، الفرق الرقمي ووحدة الزمن كstring زي day أو minute أو hour. شوف النتيجة. لما استخدمنا REG طبع بعد 3 أيام وأمس بشكل صحيح لغوياً، ولما استخدمنا N طبع 5 minutes ago. هو لوحده بيعرف إذا كان الوقت في الماضي ولا المستقبل، وبيظبط الكلام والجمع والمفرد وكل حاجة. الخلاصة، بدل ما تكتب لوجيك معقد عشان تتعامل مع الوقت النسبي وتتعب نفسك في دعم اللغات والمفرد والجمع، استخدم Intel.RelativeTime Format المدمجة في الجافا سكريبت. هتوفر وقت ومجهود وهتضمن إن تطبيقك بيعرض الوقت بشكل صحيح لكل المستخدمين حول العالم. نصيحة سريعة، جرب الأوبشن اللي اسمه ستايل بقيم زي شورت أو نارو عشان تشوف أشكال مختلفة للنص.